السلام عليكم شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وياكم علي عباس. رجعنا لكم فيديو جديد وتحدي، لا مو تحدي، مقطع جديد. اليوم طبعا اول يوم العطلة الصيفية انا وعباس، فجينا على المسبح نقول شوي نتعلم. ما نعرف نسبح انا وعباس، اثنيناتنا ما نعرف نسبح، فنقول تعال جينا شوي نسبح، هم نتونس، هم نتعلم نسبح. تعلمنا ما تعلمنا هم راح نتعلم، مش راح يصير، لازم نتعلم. أنا ممنوع كلاب. شنو؟ ممنوع كلاب. ممنوع طبعا، ما تطلع برا حيوان، ما تطلع برا. ليش ما تبدأ؟ عميرة. ما عميق، شوف بس، شوف بس انا راح انزل. قمت. تعال. هنا عباس كنا نريد ننزلها بالماء، بس ما نزل، يعني خاف عبال الماء عميق فهو ما يعرف يسبح. فعمي مسكه كان يريد ينزله بالماء حتى يكسر الخوف اللي بداخله، ما قبل، فعفناه. انا رحت يم عباس حتى اقنع انه ينزل بالماء، وحاولت اقنعه انه ينزل، لازم تتعلم شوية شوية. وثاني شي احنا جينا عود نتعلم، مو عود تبكي واظل اقنعك تنزل بالماء. تتعلم تبكي انت. واحد يتعلم. تعال ما عليك. والله انا اخوك، ولا انا اخوك حيوان. تعال. طبعا هنا عباس كان قاعد يبكي ويتحسر، لان هو يريد ينزل بس يخاف من الماي، ما يقدر يسبح، ويخاف لا يغرق. وهنا طلعت عليه اذا احاول اقنعه انه ينزل وماكو شي، واحنا انا يمك، بس كان قافل، ما يقبل يجي. شو تسوي؟ طبعا عباس قال ما انزل اذا ما تجيبوا له النجادة. قنعنا انه ما يحتاج نجادة، وعلش نجيب والماي ما عميق، فقال جيبوا النجادة وانزل. واحنا لما رحنا جبنا له النجادة، وفعلا نزل بالماي. بعدين شوية شوية تعلم وشال النجادة. عباس زين شوية صار احسن. خوف انكسر، مو بداية ما كان يخاف. شوف هسه ما كان يخاف، شوف هسه. يلا عباس. يا عباس تحديك تحدي من راح اغادي مثلي.
طبعا مثل ما شفتوا جينا على المسبح تونسنا وتعلمنا شويه، وعباس بالبدايه كان يخاف، تعلم شويه. وصلنا نهايه الفيديو، لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناه. يلا مع السلامه، باي.